يلا متابعينا، هسه بدأت تنزل أطباق متحف الحسون. الحجة حي شغلنا ساعات تصوري بس ما تصوري. اليوم ريوقنا حيصير منطقة شناشيل البصرة بمتحف الحسون، فد مكان كلش حلو. أول ما تطبون حتشوفون أجواء البصرة القديمة هنا. طبون، هذه واحدة من قعداتهم، عبارة عن قعدة انتيكيات. هذه الشرباية اللي تشوفوها ترى هذه قاعدة، يعني يقعد نفر هنا أو نفرين ونفرين هنا، وهذه تصير الطبلية. هذه غرفة القعدة العربية، هذه قاعدة عربية إذا تحبون تقعدون بيها. هسه حندخل للحوش، هذا حوش البيت. هذه عندنا قاعدة، وهنا ترحيب خليجي 25. وهذا الحوش تختار لك ميز وتقعد. هذه الغرفة تدخلها كلها انتيكات، هذه كلها انتيكات. متحف كامل يعني، مو فقط مطعم تدخل تاكل وتستمتع بالشغلات اللي تشوفها. هذه ايضا انتيكات قديمة، الدلات والبطل مال سينالكو والبيبسي والسفن. السلام عليكم حجي. اهلا وسهلا حجي، شنو لفتت انتباهنا هذه الصورة؟ إلها علاقة بالمطعم؟ لا، هي ما لها علاقة، ما لها علاقة. بس هي لها علاقة. هذا حسن بن بدر وميض، تمام. شيخ قبيلة البصالح. حلو. فهو اشتهر بالكرم، اشتهر بالكرم ويوصي ابنه، يقول له حسن يا ابني تلقى الضيف حيبيه. نعم حلو. إذا متابعين ومتابعين منصة عروض، إذا جيتوا للبصرة تعالوا تونسوا وتريقوا بمتحف الحسون. وهنا الشيخ صادق الحسون طبعا صاحب مطاعم الحسون، نرحب به من بغداد، ومتابعين منصة عروض استضافنا هنا. هذه أطباقهم شيخ مضبوط. نعم. هنا طبق الأجبان، وهنا هذه المخلمة، وهذا فول المدمس. نعم. وهذا طبق المقليات. مثل ما قلنا لكم متابعين، الحلو هنا تاكل وتستمتع بالمتحف، وخاصة إذا لقيتوا الشيخ طبعا حيفركم بالمتحف ويفهمكم على تفاصيل. هنا هو مولع بهذا الموضوع.